فل. اسلام ازيك؟ وحشني كتير والله. حضرتك اكتر، منور الدنيا. انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده. اتشرف والله، انا اللي سعيد جدا. الحلقه دي اتاخرت شويه بس انا يعني مبسوط جدا ان انا معاك. ربنا يخليك يا كابتن عمرو، والله انا اللي متشرف بوجود حضرتك معايا. كابتن عمرو، اولا البطولات المجمعه دايما الناس في الكوره في مصر يقول لك انسى اي مستوى قبل البطوله. منتخب مصر بيقدر يقفل على نفسه كويس جدا في البطولات المجمعه، وان منتخبنا لو مشي الخطوات واحده واحده يقدر يروح لبعيد. الكلام ده بالنسبه لك شايفه منطقي على حالتنا دلوقتي في كاس الامم؟ بص، هو يعني هو منطقي لان هو اتكرر معانا كذا مره. يمكن بطوله 98 و2008 غالبا و8 و10 كانت نفس القصه ونفس الطريقه. كنا بنروح برضو مش افضل شيء. 98 رايحين مش افضل شيء، ولكن بالعزيمه والاصرار والالتفاف اللعيبه مع بعض اعتقد وصلنا للاهداف بتاعتنا. ولكن طبعا الكرة تطورت. صح. يعني لازم نقول برضو ان فعلا احنا بنشوف مستويات دلوقتي على المستوى الافريقي. لا، فرق دلوقتي بدأت بتستعد بشكل مميز جدا. لعيبتها كلها محترفين في الدوريات الأوروبية. فأعتقد ان الأمور بدأت يعني تاخد منحنى مش زي زمان. دلوقتي بقى في حسابات أفضل، بقى في تركيز بالنسبة للبطولات، وخصوصا ان اللعيبة ديت بتتحط في تارجت ان انت بوينت مع فرقها. انت النهارده اخدت بطولة أفريقيا، ولا صح. انت لعيب بتلعب في منتخب السنغال، هتطلع بشكل معين، هتتقدر بشكل معين. فكل الامور دي حطت الضغط على اللعيبه الافارقه ان لازم يحرزوا البطولات الافريقيه ويبقوا فيها طالعين بالشكل المحترم والشكل وده اللي حصل مع صلاح نفسه لما كان بينافس على البالون دور في فتره من الفترات وما كانش بيفوز. يمكن صلاح والجيل ده كابتن خسر نهائيين في 2017 و2021، ودي فرقت معاه في تصنيفه في البالون دور، اخرته شويه. وده لازم لازم نقول النقطه دي، والنقطه دي كانت مهمه جدا لصلاح. ولكن صلاح دلوقتي عنده فرصه كبيره جدا ان هو يرجع بالشكل المطلوب. بطوله افريقيا تديله دعم كبير جدا طبعا. في حصد الالقاب وحصد النجوميه بتاعه اوروبا اللي يمكن مستكترينها عليه. انا من وجهه نظري ان صلاح يعني اسطوره كرويه طبعا. يعني فعلا طبعا. حرفيا لعيب مميز جدا، لعيب فيه كل السمات المميزه لعيب الكوره. حصد القاب كبيره جدا مع ليفربول ومع المنتخب المصري، وصوله لكاس العالم. يمكن النقطه الوحيده اللي ناقصاه يعني انا نفسي ربنا يعني يستجيب ان شاء الله باذن الله منتخب مصر ياخد البطوله السنه دي ان شاء الله، والبطوله دي تبقى خير على صلاح باذن الله، وتبقى خير دليل ورد للنقد اللي بيتعرض ليه نجمنا الكبير النجم محمد صلاح. يا رب ان شاء الله. كابتن تعالى نبدا لعبتنا وطريقنا للنهائي. هيطلع لنا بس قبل ما نبدا لازم نعرف ان كل دي توقعات. طبعا طبعا مليون في المية. دي قرايه من قرايتك للمشهد لمستوى الفرق، وتوقعات حسب المستوى الفني وحسب تاريخ كل بلد وبما لديها من امكانيات. هيطلع لنا ال6 مجموعات. ال6 مجموعات هنختار اول وثاني من كل مجموعه، وبعدين نروح لاحسن 4 توالت. المجموعه الاولى وهي المجموعه اللي فيها طبعا بكل تاكيد المنتخب المغربي صاحب الارض والجمهور، المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر. يعني انا اتوقع يعني على سبيل المثال من حيث الافضل في هذه المجموعه، انا شايف ان المغرب هتتسيد المجموعه. بنشوف اداء قوي جدا للمغرب، اعتقد ان هو مميز جدا حتى اللعيبه المميزه. يعني انا شايف المغرب ومالي من افضل الفرق الموجوده في المجموعه دي، وانا برشحهم للصعود للدور الثاني. يبقى اذا المغرب في اول مجموعتها، والمنتخب مالي في المجموعه الثانيه في المركز الثاني. المجموعه الثانيه مجموعه منتخبنا مصر، جنوب افريقيا، انجولا وزيمبابوي. انا اتحرك يعني بالعاطفه بتاعتي. اكيد مصر ان شاء الله ربنا يوفقهم، كابتن حسام وكتيبه الفراعنه. ان شاء الله منتخب مصر يتسيد المجموعه باذن الله. ويعني انا شايف من وجهه نظري ممكن يبقى جنوب افريقيا هي في المركز الثاني. عظيم. خلي بال حضرتك مفتاح ان احنا نروح لبعيد بامر الله في المجموعه دي، في البطوله دي، ان احنا نطلع اول مجموعتنا. يفرق معانا جدا في المسار بتاع منتخبنا. يفرق معانا اول مباراه زيمبابوي. ده انا من وجهه نظري اول مباراه هتحطك في الكادر التحقيق الهدف يعني فوز اول مباراه في بطوله مجمعه كابتن عمرو يشيل من عليه ضغوط ويخليه يخش وهو مطمن للي جاي. طبعا اكيد اكيد ده حاجه مهمه جدا. اول مباراه دي بتعني ان انت يعني خلاص بتحط رجلك على المكسب. صح. المكسب ده بيدي ثقه للجهاز الفني، بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه لكل الناس، حتى الجمهور هنا بيبقى وراك وفي ظهرك، وحتى ما بقاش فيه نقد، بيبقى فيه دعم للجهاز الفني والمنتخب. ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله ويعدوا المرحله دي ان شاء الله باذن الله. المجموعه الثالثه اللي فيها نيجيريا، تونس، اوغندا وتنزانيا.
يعني انا شايف ان هي مجموعه قويه جدا، ولكن يعني انا من وجهه نظري برضو هتبقى نيجيريا وتونس هما الافضل. هما الافضل يعني الكره العربيه برضو مشرفه في الوقت الحالي، سواء طبعا المغرب او تونس او الجزائر. اعتقد ان هم في مستويات عاليه جدا، بس انا ارشح المنتخب النيجيري يبقى على راس المجموعه، ويجي بعديه منتخب تونس. عظيم. المجموعه الرابعه ودي مجموعه صعبه، السنغال والكونغو الديمقراطيه وبنين وبوتسوانا. بص، هي المجموعه دي صعبه جدا، ولكن انا شايف يعني التفوق هيبقى للسنغال. السنغال من افضل الفرق الافريقيه اللي موجوده على الساحه في الوقت الحالي، يمكن بقى لها اكتر من 3 أو 4 سنين بالشكل ده. وعايز اقول لك هي مدرسه زي مدرسه المغرب دلوقتي، زي ما بنحكي عليها. بنحكي على مدرسه السنغال من فتره، من 4 أو 5 سنين، يمكن حصدوا نهائي 2021 مننا 21. فاعتقد لا يعني هم مميزين جدا، ويمكن انا شايف من وراهم برضو الكونغو الديمقراطيه برضو دي صبر، اعتقد عامل معاهم شغل كويس جدا، هيلعب معاهم في الملحق العالمي لكاس العالم. لا يعني هم فرقه مميزه وعندهم طبيعه مميزه، وهو عامل اداء بشكل مميز جدا. دي صبر مميز معاهم جدا يعني. مليون في المية. المجموعه الخامسه هي مجموعه منتخب الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه ومنتخب السودان. يعني مش هنروح كتير، يعني انا شايف الجزائر برضو غيرت مدرب. الحقبه السابقه بالنسبه لهم بالماضي، اعتقد ان هو كان برضو اشتغل معاهم طبعا شغل مميز جدا، ولكن دلوقتي اعتقد ان هم معاهم مدرب فرنسي بيتكوفيتش المدير الفني السويسري ومدير فني جيد جدا. فاعتقد ان الجزائر بدات تستعيد العافيه بتاعتها شويه، وبدا يبقى ليها اداء وشكل مميز جدا في التصفيات. فانا شايف ان الجزائر ممكن تحوز على البطاقه الاولى. ويجي وراها برضو بوركينا فاسو من الفرق المميزه جدا اللي ممكن تاخد على الترتيب في المجموعه في المركز الثاني. عظيم. المجموعه السادسه وهي مجموعه كوتيفوار والكاميرون والجابون وموزمبيق. يعني اكيد حامل اللقب كوتيفوار. اعتقد ان فرقه قويه جدا، ما كانش لها حظوظ السنه اللي اخذت البطوله فيها، يمكن في الدور الاولاني خلاص كانت يعني احنا بنلم بنستف الاوراق ان هي تخرج بره البطوله خالص، ولكن الحظوظ لعب معاها بشكل كبير جدا. حتى حظوظها لعب في النهائي مع فرقه نيجيريا كانت الافضل، وكانت الافضل بالنسبه للبطوله، وكانت ماشيه عامله بطوله قويه جدا. ويمكن كل الاراء كانت بتتجه امام نيجيريا ان هي تكسب البطوله ديت، ولكن فوجئنا بالكوت ديفوار والاداء المميز جدا والريمونتادا القويه جدا اللي رجعت بشكل مميز جدا في المباراه النهائيه. اعتقد ان انا برشحهم كوت ديفوار وكاميرون يبقى في المركز الثاني، الصعود في المركز يبقى كوت ديفوار اول، كاميرون مركز ثاني. كابتن عمرو، نختار من ال6 مجموعات افضل 4 فرق حضرتك شايف ان هم يصعدوا ان شاء الله كاحسن توالد. يعني انا شايف بقى في حظوظ وفي فرق انا يعني ممكن شايف ان هي ممكن يعني ايه هي افضل، ولكن في فروق ما بينهم وما بين بعض. يعني انا شايف المجموعه الاولى زامبيا برضو بتشتغل بشكل مميز جدا، ممكن ارشحها تفضل. زامبيا اول فريق يصعد كاحسن توالد. المجموعه بتاعتنا فيها انجولا زيمبابوي. انجولا زيمبابوي اعتقد ما فيش حد هيصعد منهم. ما فيش حد يصعد. المجموعه الثالثه اوغندا وتنزانيا. انا شايف اوغندا برضو ممكن. اوغندا يبقى اوغندا تصعد هنا كاحسن توالد. المجموعه الرابعه بنين بوتسوانا. بص، هي بنين يعني انا حاسس ان انا هظلمها، بس انا مش عارف في فروق ما بينهم وما بين الجابون او يعني او غينيا الاستوائيه والسودان. خلي بالك برضو عامله تصفيات هايله جدا وبيشتغلوا بشكل مميز جدا. بس انا لا يعني انا مش هروح لحد في المجموعه ديت غالبا يعني. يبقى المجموعه الخامسه مجموعه اللي فيها غينيا الاستوائيه والسودان. يعني ممكن اروح غينيا الاستوائيه. عظيم. المجموعه الاخيره في عندنا الجابون وموزمبيق. انا اشوف الجابون، يعني الجابون فرقه مميزه برضو، عندها مدير فني قوي جدا. اعتقد هتفضل موجوده، ويمكن الفترات اللي فاتت عملت بطولات كانت ماشيه ماتشات كويسه الاخيره كمان في تصفيات كاس العالم كويسه جدا يعني. اوباميانج طبعا هو اللي بياخدها طبعا. كابتن عمرو، ده شكل دور ال16. قبل ما اروح للمواجهات عندي سؤال عن منتخب الجزائر. عبد الرحيم دغموم لم ينضم، وهو واحد من النجوم المصري البورسعيدي. منذر طمين يمكن كان دغموم اكتر لعيب احنا شايفين انه قريب قوي انه ينضم، ولكن في الاخر تم استبعاده. شايف ان الطبيعي ان كان يكون موجود في كاس العرب وبعدين ممكن يكون في كاس الامم؟ بص، انا بالنسبه لي دغموم انا حللت لهم في مباراه المحليين غالبا، او في مباراه وديه لعبوا معاها مع منتخب مصر، ما كانش بالمستوى اللي انا شفته في الدوري المصري. وده على فكره يعني زعلني كتير جدا، لان دغموم عنده امكانيات افضل من كده. صح. فلما حللت له المباراه اعتقد ان هو كان في اسوأ حالاته في المباريات ديت.
فانا شايف ان في فرق يعني برضو الكره ما بين الجزائريه المستوى اللي بيأديه في الدوري والمستوى مع زي المنتخب. ما احنا بنشوف برضو في المنتخب المغربي نفس القصه. صح. هتلاقي منتخب المحليين فيه فروق كبيره جدا عن المنتخب الاول بالاسماء الكبيره والمحترفين. فاعتقد ان لا لسه قدامه شويه عشان يبقى موجود في الحته ديت يعني. عظيم. كابتن عمرو، نبدا بقى مشوار دور ال 16. المواجهه الاولى في دور ال 16 هي ما بين منتخب مالي وتونس. لا انا ارشح فرقه مالي وتونس. مالي وتونس. لا ممكن منتخب تونس. منتخب تونس. يبقى تونس يعبر المواجهه على حساب منتخب مالي. السنغال في مواجهه منتخب غينيا الاستوائيه. لا انا شايف السنغال من اقوى الفرق اللي موجوده، فرقه قويه جدا ومرشحه بشكل كبير جدا طبعا. هنا منتخب مصر في مواجهه منتخب زامبيا. ان شاء الله مصر باذن الله. مصر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كوتيفوار وبوركينا فاسو، دي مواجهه قويه وعنيفه وسريعه جدا. لا كوتيفوار. كوتيفوار طبعا. كوتيفوار تعبر. طيب الناحيه الثانيه الراوند الثاني عندنا جنوب افريقيا في مواجهه الكاميرون. يعني صعبه صعبه جدا. هم نفس المستوى، بس انا اشوف كاميرون بالتاريخ بتاعها، وجنوب افريقيا برضه عندها تاريخ كبير يعني. عندها تاريخ كبير وعندها اسماء لعيبه مهمه في الدوري المحلي. كاميرون. يبقى كابتن عمرو وجهه نظره ان الكاميرون تعبر مواجهه جنوب افريقيا. واوغندا مع المغرب طبعا. المغرب على طول. في حاجات انت ما بتاخدش فيها قرار. المغرب ومصر والسنغال عدوا من غير تفكير. احنا شايفين مستويات الفرق. المغرب فرقه قويه جدا. صح. مرشحه للبطوله بنسبه 80-90%. مليون في المية. الجزائر والكونغو. لا منتخب الجزائر. منتخب الجزائر يعبر موقعة الكونغو. نيجيريا والجابون. نيجيريا. عظيم. يبقى احنا كده يا كابتن عمرو وصلنا لحد دور الثمانية. صعب بقى. دور الثمانية خلي بالك بقى ده فيه ضرب نار. تونس في مواجهة السنغال. صعبة قوي. بس انا يعني ارشح السنغال هتطلع تونس. السنغال تعبر تونس. تونس طبعا عنده مجموعة كبيرة من اللعيبة اللي بتلعب في الدوري المصري سواء دلوقتي او فيما سبق. مواجهة كلاسيكية معتادة في كأس الأمم. مصر في مواجهة كوتيفوار. بذكريات 2006 و2008. اتمنى يعني انا مش عايز اقول التمني اللي هو بالحب منتخب مصر هيصعد، ولكن انا شايف من وجهه نظري كوتيفوار برضو فرقه قويه جدا طبعا. بس ان شاء الله باذن الله ارشح مصر باذن الله. مصر ان شاء الله. فكره ان انا اخد ماتش في ماتش الاقي نفسي في دور الثمانيه دي فجاه. انا عندي احساس ان احنا يعني دايما يقول البطل بيتولد في البطوله احيانا، واحنا ساعات ما بنبقاش مرشحين وفجاه تلاقي المسار مشانا والموضوع تحول. خلي بالك مفيش حاجه اسمها مش مرشحين. احنا ابطال القاره. احنا عندنا 7 بطولات في القاره دي. مليون في المية. فاعتقد ان كل فرقه بتلعبك بتعمل لك حساب، وخصوصا على فكره انت بتعرف تلاعب الفرق الافريقيه. يعني يا ريت تبعد عن شمال افريقيا. انا بقول لك انا لو لغايه دلوقتي المسار اللي حضرتك اخترته ده انا ببقى قلقان جدا. ما بينك وما بين المغرب هبقى قلقان جدا. ما بينك وما بين الجزائر هتبقى قلق طبعا. فانا من وجهه نظري منتخب مصر بيعرف يلاعب الفرق الافريقيه وبيقدر يتحكم فيها وبيقدر يخطفها زي ما بنقول. فاتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق. يبقى مصر تعبر كوتيفوار، وانا محضر لك واحده في نص النهائي برضه صعبه قوي. الناحيه الثانيه يا كابتن عمرو الكاميرون والمغرب. لا انا شايف المغرب برضه. المغرب تعبر الكاميرون. الجزائر ونيجيريا، ودي مواجهه برضه قويه وصعبه جدا. بس انا شايف نيجيريا هتتفوق على الجزائر. نيجيريا عندها خط هجوم ناري الحقيقه جدا. فيكتور اوسمن ولوكمان لعيبه مميزه جدا. يبقى احنا وصلنا لنصف نهائي ما بين 3 فرقتين عرب. مصر المغرب. مصر هتلعب ضد السنغال والمغرب تلعب ضد نيجيريا. مصر والسنغال تكرار لنهائي 2021. تكرار للاسف يعني لذكرى خروجنا من تصفيات كاس العالم 2022. صعبه قوي دي بس حضرتك قلت لي بنعرف نلعب الافارقه، بس دي صعبه يعني. صعبه جدا يعني. انا يعني مش عارف اقول لك ايه. بس انا يعني امنياتي ان مصر طبعا. بس انا شايف ان السنغال في الوقت الحالي ممكن تقدر تعبر منتخب مصر. يعني السنغال تعبر. حلو. هنا يا كابتن عمرو اختار ان السنغال كمنتخب بس انا تمنياتي منتخب مصر. يعني انت تمنياتك هتجيب لنا اللقب. تمنياتك تجيب اللقب مليون في المية. بالظبط كده اكيد. ولكن فرقه السنغال فرقه قويه. كابتن عمرو الدسوقي في حال خروج منتخب مصر من السنغال في سيمي فاينل، هل انت شايف ان مقياسا باللي بيحصل دلوقتي بالنسبه للكابتن حسام ومصر يبقى وصلنا لمرحله كويسه جدا؟ بص انا مش عايز اقول وصلنا لمرحله كويسه ولكن ده الطبيعي بتاعنا. يعني ده طبيعي المنتخب مصر. انت المفروض ان انت يعني حامل لقب البطوله دي 7 مرات. صح. في الامر دوت بقالك سنين انت متسيد القاره.
فنتمنى ان شاء الله ان انا يعني ابقى عكس توقعاتي ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله. ولكن مهم جدا ان انت برضو لازم تعيد احياء نفسك تاني. صح. لازم تتعلم من اخطائك، لازم يبقى في تبديل واسترجاع للامور الصعبه او الامور الخطا اللي حصلت في سنين مظبوط. كتيره جدا لمنتخب مصر. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نمشي على الطريق الصحيح، وده هياخد مننا وقت وهياخد مننا وقت كبير جدا. النهارده انا رسالتي للمسؤولين، هل انت مستكتر على منتخب مصر ان هو يبقى يعني في البطولات الكبيره ينجحك وان انت تبقى مبسوط وسعيد بادائه؟ لا، كلنا نفسنا طبعا منتخب مصر يبقى افضل حد في القاره العربيه في المستوى العربي او في القاره الافريقيه. فاتمنى ان شاء الله ان كل المسؤولين تشتغل على ده وباخلاص. الكوره ما فيهاش وسايط، ما فيهاش اي امور خارجه على النطاق. انت حط السيستم بتاعك والنظام، وصدقني عندنا شباب مميز جدا يقدر ينجح لنا الشكل ده. واتمنى من الله ان شاء الله في الناس المسؤولين اللي موجودين سواء في اتحاد الكوره او وزاره الشباب ان شاء الله العمل على ده، لان رئيسنا السيد عبد الفتاح السيسي اعتقد ان هو نبه على الامر ده. صح. واحنا عندنا نجوم، عندنا 120 مليون واحد نقدر نطلع صلاح كتير ونقدر نطلع منهم ان شاء الله باذن الله افضل تيم لمنتخب مصر وحتى في الاحتراف في الخارج، وده هيعيد بالشكل الافضل بالنسبه لمنتخبنا والكره المصريه باذن يا الله. رب ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن عمرو، الناحيه الثانيه عندنا مواجهه ما بين المغرب ونيجيريا. صعبة يعني، بدأنا نروح للصعبة، ولكن أنا شايف برضو المغرب مميزة في الأمر ده. اتجاه للمغرب. يبقى إذن اتجاه كابتن عمرو الدسوقي المغرب تعبر ويبقى المواجهة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025 المغرب صاحب الأرض والجمهور ضد منتخب السنغال القوي جدا. أنا أتوقع المغرب برضو. المغرب يبقى هو أفضل منتخب في القارة لغاية دلوقتي. 100%. يعني هو على المستوى كرة القدم وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى الإدارة اعتقد ان احنا شفنا يمكن فترات يمكن بطولة عربية صح. وازاي ظهروا بيها بالشكل دوت. فاتمنى ان شاء الله باذن الله. انا نفسي احنا خلي بالك احنا اللي بدأنا ده، احنا مصر اللي بدأت التنظيم في كرة القدم في القارة الأفريقية وسواء على المستوى العربي. مصر انا بقول لك انا عشت الامور ديت في منتخبات، يمكن كنت بصعد من 13 سنة وفي رساله وفي سيستم محطوط وفي نظام عشان توصل للمنتخب الاول، وكنا بنطلع افراد يمكن اغلبيه اللعيبه اللي موجوده ومنتخب حسن شحاته كله لعيبه اسماء معروفه كانت نتاج المنتخبات الوطنيه من صغرها. التاسيس فده تاسيس وبتطلع بتوصل للاهداف بتاعتك. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نرجع للرياده بتاعتنا ان شاء الله باذن الله يا رب. كابتن عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا، سعدت جدا بوجودك معايا. الله يخليك، شكرا يا اسلام، وانا فعلا سعيد جدا ان انا كنت معاك النهارده، وان شاء الله بالتوفيق في القادم باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن عمرو. اذا فاينل كاس الامم الافريقيه حسب طريق كابتن عمرو الدسوقي للنهائي هو ما بين المغرب والسنغال، ويتوج منتخب المغرب بالبطوله حسب توقعات كابتن عمرو، ودي تكون البطوله الثانيه في تاريخ منتخب اسود الاطلس. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الطريق الى النهائي.